أهلا وسهلا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير يناني؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشكم مبروكة، رمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. توحشتكم بزاف صراحة، شحال هادي ما حطيت حتى شي فيديو، واليوم ان شاء الله قررت نشارك معكم نسلو. صراحة ديما كنشاركو معكم، قلت والو غادي نشاركو معكم. المهم اول حاجة هنايا خديت الدقيق، يعني واحد الكيلو نتاع الدقيق تغربلوه وغادي نحمرو. ما غاديش نحمر البنات في الكوكوط، انا كنحمرو ديما في الفران، وكنقص البوطه وكنخليها على المهل. يعني كنقص الفران، سمحوا لي، كنخليها على المهل باش كيتحمر ليكم مزيان، ماشي كيتحرق وكيبقى الداخل ديالو كيبقى رطب، يعني كيبقى كاع ما محمر. يعني كنقص الفران كنخليه يتحمر على خاطر خاطرو. نتوما تقديو شغالاتكم، ما تخافوا عليه لا يتحرق لا حتى شي حاجه. المهم هذا هو الشكل ديالو. وهنايا عندي المهم المكونات اللي غادي نستعمل في سلم. المهم عندي هنايا الزنجلان، عندي 2 كيلو قال 400 غرام اللي درت في الزنجلان. وكاوكاو عندي كيلو ونص، يعني درت كاوكاو الرومي ونص كيلو تاع كاوكاو البلدي. وبالنسبه للوز درت كيلو تاع اللوز. كما كتشوفوا الزنجلان عندي 800 غرام في 800 غرام، يعني 2 كيلو قال 400 غرام. وهذا كيلو نتاع كاوكاو، يعني كاوكاو رومي، ودرت نص كيلو نتاع كاوكاو البلدي. يعني وراكم عارفين البنات على حساب الدقيق واخا كندير كيلو راه ما كيبقاش يعني ما كيبقاش كيلو كامل، يعني راه كينقص لكم بزاف. المهم انايا هادشي علاش. المهم هنا عندي حبه حلاوه وعندي النافع حتى هو، قيل فيه 100 غرام. هاوي 100 غرام 100 غرام هي 200 غرام. المهم هنا غادي ندوز غادي باش غادي نحمر الجنزلان. حتى هو كنحمرو في الفران. صراحه كيتحمر مخير، حسن من كنحمرو في المقله. انا كلشي كنحمرو صراحه في الفران، وكنقص البوطه وكيخلي داكشي كيتحمر على خاطر خاطرو. وهنايا اللوز، وغادي ندوز كما قلت لكم عندي اللوز خديته منقي وهذاك. غادي ندوز وغادي نقليه. كنت غادي نديرو البنات حتى هو في الفران، غندهنو غير بالزيت. وقلت نستغل الفرصه نخليه هو يتقلى وديك الشيء الاخر نخدمه في الفران. كما عارفين حتى كاوكاو كنحمرو في الفران. المهم اي حاجه كنحمرها في الفران. المهم كاوكاو حتى كندير شويه باش كتحمر ليا مزيان، يعني ماشي ديروه كامل كيلو كامل ديروه تحمروه ما عادش تحمر لكم كاوكاو مزيان، وما عادش حيت لا بقى خضر ما كيبقاش اصلا، كيعطي واحد المذاق اللي زوين. وهنا حبه حلاوه والنافع تما كندخل كنصهدهم، غير كنصهدهم باش يطحنوا ليا، باش يساعدوا باش يطحنوا ليا مزيان. المهم هنايا هو اللوز كيتقلى وصافي. كما قلت لكم هنا ديت باش نقلي اللوز. المهم حتى هو المهم كنجهد باش كيسخن ليا الزيت مزيان، ابخي كنقص شويه كتحمر على حق وطريقه. المهم انا غادي ندوز. هنا في اللون ما كيبان صراحه، كيبان شويه مبيض حيت على حسب الكاميرا وداكشي. صافي هنا غادي ندوز باش غادي نخربل الدقيق، راكم عارفين كيزيد كيتنقص لينا حيت كيبقاو بحال محجر وداكشي. المهم غادي نغربلوه. والله شحال ديما هضرت البنات في الفيديو، ولا شحال ديما حطيت لكم حتى شي فيديو جاتني الهضره في شكل صراحه الله يحدك تحطي شي حاجه ما تبقايش ديريها. صافي المهم كتولفي على داك الطبيعه. المهم هنايا عندي الزنجلان حتى هو غادي نطحنو. المهم غادي نطحن هنا المكونات كاملين غادي نطحنهم. ودابا نحط لكم واحد شي فيديو علاش. المهم علاش مبقيتش كنحط لا فيديو، علاش حبست اليوتيوب صراحه، ماشي حبستو ولكن المهم دابا ندير لكم شي فيديو علاش. وصافي هنا غادي نستمر، غادي نبقى نطحن المكونات اللي عندي كاملين حتى غادي نسالي باش ندوزو باش نخلطوه. بالنسبه للبنات الزنجلان انا ما كنطحنوش بزاف حتى كيولي غبره. المهم كنخليه مويك كما يبان لكم في لا فيديو. نتمنى يكون يبان لكم مزيان كيفاش كنخلي، يعني ما كنطحنوش بزاف. المهم كنخلي شويه محبب باش ما يجيش عاوتاني سلم مليان ويجي ما باين فيه حتى شي حاجه. وصافي المهم هكاك. المهم هكاك غادي نستمر حتى غادي لا شوف الهضره كتلف ليا صراحه. المهم انا غادي ندوز عاوتاني باش نطحن الكاوكاو وندوزو للوز حتى هو غادي نطحنو.
وحبة حلاوة والنافع حتى هما غادي نطحنوهم. وصافي انا كنستمر كنطحن المكونات اللي عندي كاملين، وغادي نتلاقاو باش نعطيكم شحال القياس اللي غادي ندير في الزيت وسكر كلاصي حتى هما. المهم انايا الزيت صراحه درت لتر ونص، يعني لتر ونص ما كاملش، ما كاملش صراحه نص، قولوا لتر وشي جوج كيسان اللي درت نتاع الزيت. وملي جيت نخلط ما ضفتش هذاك لتر ونص كامل، بقى ليا واحد شويه حيت اني سخنت الزيت خليته حتى برد لي واحد شويه، وضفت واحد نص تاع الزبده. وسكر كلاصي ضفت 600 غرام، يعني كيلو ما درتوش كامل، ضفت فيه غير 600 غرام باش ما بغيتش انا حلو. نتوما على حسب كيعجبكم يجيكم حلو بزاف ضيفوا زيدوا واحد 100 غرام. المهم انا ضفت 600 غرام على حسب هاد القوام اللي عطيتكم انايا. عندي 2 كيلو تاع الزنجلان، يعني قل 400 غرام، وكيلو ونص تاع كاوكاو، وكيلو نتاع اللوز، و200 غرام نتاع ما بين حبه حلاوه والنافع، و600 غرام نتاع سكر كلاصي، ولتر د الزيت مع 2 كيسان. صراحه تخلط باش يخلط لكم باش ما يجيكمش جاري وما يجيكمش ناشف. المهم انا ضفت لتر ونص، ولكن ما درتش النص كامل، يعني ضفت لتر و2 كيسان. وراكم عارفين مسكه حره والكوزه حتى هما راكم عارفين. القرفه انا ضفت 4 المعالق، وفي الثاني وليت ضفت عاوتاني 3 المعالق واحد اخرين. كتعجبني الصراحه سلو يجي مسن بالريحه تاع القرفه. وهذه الكوزه البنات والمسكه حتى هي. المهم المسكه غادي نطحنها مع شويه ديال السكر كلاصي، شي معلقه ديال السكر كلاصي، والكوزه غادي نحكها في الحكاكه. راه كتبان لكم كنت كنحك الكوزه البنات وهكاك وكنغربلها. صافي انا غادي نغربل السكر كلاصي حتى هو كلشي كنغربلو البنات. راني عارفه راسي طولت عليكم الغيبه، والله الا عرفتي شحال هادي ما حطيت حتى شي فيديو، تقريبا سي 3 موا ولا اكثر، واقيلا 4 موا ما حطيت حتى شي فيديو. يكونوا الناس ديالي بعدا نساوني كاع، لكن معليش. المهم هنايا ضفت القرفه، ابخي راني زدت واحد 3 المعالق واحد اخرين تاع القرفه. كما كتشوفوا هنايا غادي نضيف الزيت باش غادي يسخن ليا. ضفت لتر، وغادي نزيد نضيف نص لتر واحد اخر. المهم انا ما كنضيفوش كامل وديتو كيسخن. وصافي انا غادي نخلط المكونات كاملين بعضياتهم، وكنخوي ديك الجهه من الوسط باش نخوي فيها الزيت سخونه، خاصها تكون الزيت سخونه. وصافي هنا غادي نبقى نجمع السلو. الصراحه كيجي سلو زوين بزاف. المهم هذه هي الطريقه المعتمده اللي كنديرها، وما نقدرش نضيف شي اضافات واحده اخرى على السلو، حيت كنبغي ناكلو هكا تقليدي، يعني بلا ما نضيف فيه العسل. انا ما يعجبش السلو ندير فيه العسل ولا ندير نطحن التمر وندير فيه. المهم انا كيعجبني هذه الطريقه ديالي، وما غاديش الصراحه ما غاديش نبدلها، وكل واحد وكيفاش كيعجبو ياكل السلو ديالو، وكل واحد وطريقته. المهم انا كنشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. وصافي هنا غادي نبقى نخلط السلو حتى غادي يتجمع لي المكونات كاملين، ونتلاقاو حتى النهايه ان شاء الله. المهم راني هضرت بزاف، واخا راه كندخل بعد مره ونخرج في الهضره، معليش. اعتذر كما يقولوا، اعتذروا. وصافي ها هو تجمع السلو ديالنا هنايا كيجي على هذا الشكل هذا، وصراحه كيجي زوين بزاف ولذيذ، وفيه صراحه غير القوام. ما كنكثرش انا الدقيق باش كيجي سلو زوين، ما خصكمش تكثروا الدقيق، يعني تكون القوام اكثر من الدقيق. وهنايا سالينا البنات سلو. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم ويكون الفيديو خفيف وظريف على القلوب ديالكم. او ما تنساونيش من لايك والبارطاج الفيديو، وحتى نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو قادم. ورمضان كريم، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا.
وطولت العمر يا ربي، وكنقول لكم إلى اللقاء.